أكد قائد شرطة محافظة كركوك العميد كاوى غريب وضع خطة أمنية بالتعاون مع كافة صنوف الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار بشكل أكبر خلال شهر رمضان المبارك. وذكر العميد كاوى غريب خلال حديثه لفضائية كركوك أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين أجواء رمضان في كركوك، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية. قدم تبريكات والتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك على أهلنا في محافظة كركوك، وهذا الشهر شهر من شهر الخيرات وشهر التسامح، ونحاول احنا بكل جهدنا تقديم أفضل خدمات أمنية لكل المواطن الموجود داخل المدينة وخارج مدينة كركوك. ولهذا الغرض تم تهيئ خطة أمنية خلال هذا الشهر بمشاركة قيادة المقر المتقدم وكافة الأجهزة العاملة الموجودة داخل مدينة كركوك لخدمة المواطن وأينما يكون. أطلب من المواطنين الكرام يعني التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية وبالأخص الأجهزة الشرطة، أينما يرون حدث، أينما يرون أمر محرج، أرقام تليفوناتنا ساخنة موجود 345 104. خلال لقائهم في هذه التليفونات نقدر نحسم الموقف قبل الحدث.